كي دايرين اخوان الصحيحه كلشي بخير. اليوم جيناكم بواحد الفيديو جديد وفيديو ديال الفضائح وماشي بحال الفيديوهات اللي موالف تنحط. هذا فيديو حشمت نقولها، هذا الفيديو على اغتصاب، يعني من مور ظهرنا حنا ولا تلقاو بها في الانستغرام داكشي ديال المواقع التواصل الاجتماعي. اغتصاب دريه عندها 13 عام غتغتصب واحد السيد ملقب الاخ ديالو، هو ملقب بوكريشه والاخ ديالو هو اللي غيغتصب. هذا بوكريشه عنده خوه هو اللي غيغتصب الدريه عندها 13 عام. هاد الدريه كيفاش غتغتصب اسيدي؟ غادي هو هاد بوكريشه عنده القناه ديالو طالعه وتيدير راسو زعما تيدعم القنوات الصغرى، القنوات الصغيره هو زعما تيدعمهم، اللي باغي تيعطيه الفلوس وداكشي باش يكبر ليه القناه ديالو. هذا الله يسهل على كل واحد. المهم عيطت ليه هاد السيده قالت ليه ودي راه باغا نطلع القناه ديالي، عرضت عليه، مشى عندها للدار، ولكن ما مشاش عندها بوحدو، دا معاه الديب. الديب شكون هو؟ الديب هو الاخ ديالو، دا معاه الديب، دخلوا للغلم، دخلوا الزريبه. الديب شاف الفريسه ديالو، الناس تيهضروا في الموضوع ديال القناه وهذا، والديب تيشيرشي كيفاش يدير الفريسه. من بعد شاف فيها هكذا، هذا شوف بيناتهم واش غواها بشي نظرات ولا شي حاجه، الله اعلم، راك عارفين. السيده صافي كملوا الشغل ديالهم مشى بحالهم، ولا هو خد الواتساب ديالها وخد الانستغرام ديالها. المهم قاعد، المهم نمرة التليفون هذا ولا تتواصل معاه في مواقع في واحد الموقع، تيدوي معاه من هنا من لهيه من هنا من لهيه. السيده جابها في القراب، يعني دخلها غسل لها الدماغ ديالها، داها تكرفس على الدريه عندها 13 عام. وهذا الا شفتوه انا غنوريه لكم، الا شفتوه راس هذا خاصو الاعدام الصراحه، ما خاص هادشي يسكت عليه بنادم. هذه تفاهه اللي ما عمر تفرجت حتى في فيديوهات، ولكن ما عمرني شفت الحوايج هذا بالبال نايضه. الام مطلقه مع الاب مجريه عليه، عرفتي واحد التخربيقه نايضه الدراري. انا وانت كملوا معايا الفيديو غادي تشوفوا شنو. أنا نهضرش في هذا الموضوع، موضوع خويا، وعندي مثلا ما يفيد. البارح كنت معاه هانتوما سمعتوا اخوان، قال لك البارح كان معاه البارح، وقال ليه شي اعترافات قالهم باش يعترف بهم، ما قالهمش. هو هذا ما غيقولش الاعترافات اللي قال لك انا ما غنقولهمش. واسمع كمل معايا الفيديو شوف التشرميل كي داير، وشوف فين وصلنا في هاد البلاد هادي. وحكالي، ولكن ما غنقولش شنو حكالي، خلي الامور غتجي، كل حاجه غتجي بوقتها. كمل نسمع، زيد يلا كمل، ومن بعد يلا ما سبقوش الاحداث، وان شاء الله غيكون حل، والامور غتمشي بخير وعلى خير، ما غيكون حتى شي حاجه الحمد لله. تبان لي تشرب شي دواء واقيلا. هذا راه اغتصاب، راه هتك عرض، راه اغتصاب هذا البشر. اش من الحل؟ تا واش يكمم عايش معنا هنا ولا شنو؟ لان هذه كما قلت لكم ماشي جريمه قتل باش ما عندناش ليها الحل، لا هذه راه غلط. على اللي تيدير الغلط ابو كريشه ما تيمشيش الحبس؟ كيفاش الغلط؟ كيفاش هذا غلط؟ شنو فاش غلط بعدا؟ واش غلط توشيتي شي واحد في كتفو، غلطتي في شي حاجه؟ هذا راه خرجتي على حياه الدريه، راه تكرفستي على دريه، راه اش من حل؟ واخوك راه مجرم، خوك راه اغتصب دريه، خصك تفهم هادي. اش من غلط؟ تا مالو غلط؟ حرق سطوب ولا دار اكسيد ولا شنو هو؟ اش من غلط هذا دار؟ تا تخربق غلط ما كنأكد بان ما غنخليهم بجهد الله، ما غنخليو حتى شي واحد يضيع. عاود اش قلتي؟ ما تخلي حتى واحد يضيع؟ علاه؟ اشنو غترجع لها؟ فين الكرامه ديال الدريه؟ فين هو الشرف ديالها؟ شنو هو الراجل؟ راه راجل، اشنو هو تيخشي في الغار سالينا؟ راه راجل. ها هو الغار اللي تيتوشى شنو؟ ما عندكش بناتك انت ولا حقا انت عندك فيلم اخر عاوتاني مع بناتك؟ انا غادي تنسالي معاك هذا الفيديو هذا، والفيديو الجاي ان شاء الله نوريك واحد الفيلم اخر تا هو عاود سمعتو في هاد الفيديوهات عندك. بلاتي ولاو في هاد اليوتيوب الملقين والخانزين والموسخين. لا خويا ولا داك بنت الناس، كيف ما قلت قبيله، داك بنت الناس راه حتى حنا عندنا ولادنا ونديرو يدينا على قلبنا. تحط يدك على قلبك وليتي شوافه، قلبي تخمامي باش اتاني الله ونحسو، يعني مادام
مشات معاه، كانت مشات معاه راها بغاتو، وإلا كان كيفاش بغاتو؟ كيفاش مشات معاه؟ درية عندها 13 عام، راه التغرير بقصير هذا. كيفاش؟ واش انت باغي تستحمر المغاربه ولا باغي تستحمر الناس ولا باغي تستحمر راسك ولا شنو؟ كيفاش مشات معاه؟ هذاك تيتسمى التغرير بقصير. السيد بعقله ناضج فيت، راه 30 عام عنده ولا ما عرفت شحال هذاك عنده. هذاك تغرير بالقصير. ما تبقاش تقول لي مشات معاه. هو داها معاه راه بغاها، وإلا بغاها وبغاتو حنا نزيدو لهم غير الله يسخر، الله يبارك. كيفاش الله يبارك؟ نتوما دغيا زوجتو الدريه، انت دغيا زوجتي الدريه. على الدريه هادي ما عندها احباب ما عندها والو، صافي وافقوا لك 13 عام. شنو هو تزوج بنتك قد صغر من بنتك؟ شنو هو هذيك؟ تخليها تبرك في دارهم، هي مخسرة تبرك في دارهم، هي توصل 18 عام عاد تاخذها انت ولا شنو؟ الله ينعل لك. يعني نباركو لهم وغنكونوا ان شاء الله فرحانين وعادي. كلشي كيغلط، هذا غلط يعني ماشي شي حاجه اللي كلشي كيغلط. اللي غتكشف على الحقيقة ديال هاد الملابسات اللي مع هاد الدرية مسكينة اللي اغتصبات، هي مرت خالها اللي كانت عايشة معاها في الدار. اللي فاش مشاو عندهم هما، فاش مشاو عندهم باش عيطت عليهم السيدة باش يدعموا لها القناة، وهي عيطت على بكريشة ومشى معاه بولفها. هذاك هو اللي اغتصب الدرية. السيدة اللي حاضرة الجريمة الفيديو، وغتصنتو بالشهادة ديالها هي. هادشي كامل اللي قلت انا غتسمو الحقيقة بدقيقة أكثر من هادشي اللي قلت انايا. وهادشي اللي قال هاد بكريشة، شوفوا لي الفيديو تبعوا معايا شنو. تحية للمغاربة كاملين اللي بغاونا نهضروا في هذا الموضوع هذا اللي صراحة داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي كامل. بالمناسبة تنشكروا رجال الأمن التراك الملكي على المجهودات ديالهم. هاد المجرم راه تشد، راه شدوه دابا، راه كاين في النيابة العامة في التحقيق. واليوم وقيلا اليوم ولا وقيلا اليوم وقيلا راه داز اليوم، غيدوز المحكمة إن شاء الله. ونتمناو أقصى عقوبات لهاد المجرم هذا. وبات الدرية راه تا هو كاين في المحكمة دابا، والفيديو غادي تكشفوا لينا هاد السيدة هادي خالة الدرية، هي اللي تكشف هادشي هذا، وراه هي واقفة في عين المكان. خويا اش غادي نقول لكم بالنسبه لهذه القضيه ديال هذه الفتاه القاصر اللي هي بنت لوستي. انا كما الناس كيعرفوها كاملين، هذه البنيته هذه تعرف كانت جات عندي للدار. قلت لكم الاخوان راه ما تنجيبوش شي حاجه من عندنا، كلشي بالاعترافات وبالمستندات وبالشهود. ها هي خالتها اشنو هو تتقول، مرت خالها اش تتقول سمعتيها؟ باش تعرفوا شنو هو كاين. راه ما كايناش شي حاجه تنزيدوها حنا ولا شي حاجه. اللي كاينه راه هي اللي كاينه، ما كايناش راه ما كايناش. تبعوا معنا بحكم انا عندي قناه وهاد الناس جاو داروا لي الدعم في قناتي انا، يعني زعما في داري، وتبارك الله كعارف المغاربه ميديافين درت. هذه هي مولات القناه اللي مشى عندها بوكريشه وخو الديب باش يدعموا لها القناه. هي هاد السيده هذه هي اللي تأدي بالتصريحات الدولة. داكشي اللي كاين راه تتسمعوه وانتوما تحكموا. الاخوان عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد البوطونه حمراء تما دخل وضربها معاك. اللي كتب الله وجاو عندي من بعد داك الولد شاف داك البنت عندي انا في الدار، يعني من مور ظهرنا حنا ولا تلاقاو وياها في الانستغرام. اخوان الله يجازيكم بخير. اللي عنده شي بنت ولا اللي عنده شي ولد يرد ليه البال. راه ما بقاتش القضيه كما كانت. القضيه ولاو فيها الوحوش الذئاب. اللي عنده بنته تتقرا ولا عنده بنته مثلا يمشي يرد ليها البال، يمشي يراقبها مره. هادشي اللي تيوقع في الطرقان وهادشي اللي تيوقع حدا المدارس راه ما تيبشرش بالخير. الله يجزيكم بخير. انا سمحوا لي انا تندوي، حسبوني بحال مسطي تنهضر وصافي. داكشي ديال المواقع التواصل الاجتماعي، التيك توك، الفيسبوك، داك التخربيق راك عارف. المهم كيهضروا بيناتهم، حنا ما عارفينش على العلاقه ديالهم بصفه نهائيه، لا انا لا الزوج ديالي ما عارفينش هاد العلاقه. ما فيها باس بنادم مره يشد التليفون ديال ولدو ولا ديال بنتو يقلبو يعرف شنو هو كاين. راه ضروري هادشي هذا المراقبه. اخوان المراقبه اللي عند الوليدات، تندوي على الناس اللي مزوجين عند الولاد. المراقبه، راقبوا ولادكم، راقبوا بناتكم. هادشي هذا راه ريسك، هادشي هذا راه خطير.
تليفونات نتوما عارفين. الله يهديكم والله يهديني والله يهدي ما خلق. كدوز واحد الفتره تقريبا ما عرفتش المهم شحال، المهم واحد الفتره طويله كنكتشفوا بان هاد البنت هادي كتهضر مع هاد الولد. وراه بالسيف اختي ما غتهضر معاه، هذا اللي ما مراقبه حد ما تيشوفوها ما عرفوها ومع من تدوي. بالاعترافات ديالك سمعتك بحال قلتي عام ولا ما عرفت عامين تخرج معاه. لا نتوما ما كنتوش عارفين الدريه فين تتعطل، واش تقربوا تبعوها المدرسه ما تتبعوهاش، وهذاك راه ديب راه غسل دماغها. راه اي حاجه صافي، راه الدريه باقا صغيره باقا فتيه، يعني اي حاجه قالها ليها صافي تتفرج في افلام السيده مقطره، راه باقا صغيره. راه هنا هذا هو السن الحرج، خاص بنادم يرد البال. هذا يعني حنا عرفنا بان صحابنا يعني هذا كتهضر معاه علاقه سطحيه، يعني غير واحد كما كيهضروا لكم بالعادي كيهضروا جا راجلي. تاش من علاقه سطحيه، ديك الساعه راه كان تيحك ليها هو فوق السطح، ديك الساعه كان تيوجدها اكتشف القضيه جا عيط له قال له جا ولدي انت وكليتي طعامي وانا كليت طعامكم وانت جاري وانا جاركم، هاد البنيته هادي اش جابك تمشي تهضر لي معاها؟ وملي ديك الساعه اكتشف بوها بانه تيهضر معاها، علاش ما دارش اللازم؟ علاش ما اتجهش للسلطات؟ علاش ما علنهاش؟ علاش سكت؟ عدد من الناس بحال هاد الضواحي بحال هاد الناس هادو تيغتصبوا ولادهم وتيسكتوا، تيغتصبوا بناتهم وتيسكتوا، ما تيهضروش، يخافوا من الفضيحه. علاش انت ما تسيباري الفضيحه قبل ما تطيح فيها؟ علاش ما تراقبش؟ ملي مشيتي تزوجتي وديتي السكر ومشيتي تخطب، خصك تكون عندك مسؤوليه، خص يكون عندك نفس على ولادك وعلى. جا هو قال له خويا الله يسهل عليك سمح لي وهادي وانا ما بيني وبينها حتى حاجه بصفه نهائيه بتاتا، راه ما عندي معاها حتى شي علاقه، ما كتربطني معاها حتى شي علاقه. ورا بالسيف غادي ينكر. ما خباركش انت واحد القضيه ديال الديب عرضوا عليه الديب، قالوا ليه جي تسرح البهايم، الديب ويبدا يبكي، قال لي علاش عمي الديب بديتي تسرح قلنا لك تسرح البهايم وبديتي تبكي؟ قال لهم ما نسحبهاش بصح، اما راه نجي انا وتريكسي نسرحو باش ما يخليوش شي راس على شي كنازه. وانتوما حمقاين ولا شنو؟ اكتشفتوه هلكم معصى بردوه عصا الركاب. دوزنا هاد القضيه هادي كنكتشفوا يعني منين مور ما هضر معاه راجلي كنكتشفوا بان مازال عنده علاقه مع البنت ومازال كيهضر مع البنت واحد المده. دابا هي صغيره، دابا دار لها غسيل الدماغ، دابا خدوه مع والديها ودوه معاها هادي، ولكن دا الدريه دابا في سن المراهقه، السن صعيب 13 ل 18، راه داك هو السن فين تيتقولبوا جميع الفتيات لا ما حضروش راسهم، جميع البنات. دابا غسل لها راسها، هذا هو الاشكال. دابا ما هذا هو شحال من دريه دابا كاع يدوي مع باها بحال هكاك تقدر طج من الدار تهزاك وتهرب. يعني خاصك من الاول ديالك ملي تكونوا الدراري ديالك باقيين صغار صاحبهم عندك، ديرهم صحابك، ديرهم عشرانك. كاين واحد ضروري واحد القوه ديال الاب وهادي والحنان ديال الام، ولكن ضروري تخلي ولادك يثيقوا فيك. ولادك لما كانوش يثيقوا فيك راه ما يعاودوش لك شنو هو كاين. هذا هو اللي كاين، ديما تدير حتى واحد. اكتشفناها ولا راجلي عيط له وهضر معاه قال له ها كيفاش مازال كتهضر، قال له المهم راه اوديوات عندي ومستعده نعطيكم الاوديوات. دابا هذا هو الحرام، بانت ليه الفريسه، دابا بانت ليه الفريسه ما خصوش يتزقل يفوتها صافي. وخدوه معاه في الاول دو معاه في الثاني، الديب باقي تابع الفريسه ديالو، باقي تابع النهجه. الدريه مسكينه راه صغيره 13 عام، تصوروا عباد الله 13 عام، 13 عام شنو هي 13 عام؟ راه باقا على حما، باقا صغيره صاحبي. كيفاش تا قلبك ما فهمتش اخويا؟ 13 عام اصاحبي، تا موجود تيتيز موجود الزبل اصاحبي، اش بينك وبين 13 عام اصاحبي؟ معوهم اوديوات راهما عندي بان قال له سمح لي خويا وانا اللي غلطت وانا اللي ولد الحرام وانا اللي ما صدقتش وانا اللي هادي وانا اللي هادي، المهم بزاف ديال الهضره راك عارف شنو كاين. اللي عندكم الاوديوات وعندكم الدليل، ديك الساعه كنتو تصرحوا به عن الشرطه، كنتو تقوموا بالواجب ديالكم قبل ما يتضرب الفاس في الراس. والسيده دابا هي ضاعت مسكينه، الدريه صغيره 13 عام تغتصب بشبابها، يعني راه هذا ديب، هذا ديب بزاف. وسمع خوه بوكريشه اشنو هو تيقول لك نصلحوا الموضوع ونجوجوها ليه. واش هذا
واش هادو تيبغيو يطلعوا المشاهدات هادو؟ واش هادو هو الوسخ ديال اليوتيوب؟ اليوتيوب بحال هكا كاين، اليوتيوب بحال هكا تنطلقوا فيه حنا فيديوهات ديالنا. طلق تسرح، ضحك مع هذا، دير هذا، صور بتليفونك، دبر راسك، دير اشنو بغيتو تجبدوا المشاهدات بالشرف ديالكم، وليتو جابدين ولادكم، وليتو جابدين الطلاق والزواج، وليتو جابدين شي حوايج اللي ما يدخلهاش العقل نهائيا. هذا هو اللي تتفرجوا فينا الدول برا تيشوفوا المغاربه كيفاش عايشين، ودابا نتوما وسختوا المغاربه كاملين. المغاربه احسن ناس والكرامه والناس ديال الجود والكرم. شو وليتو درتو هاد الشوهه اللي شوهتونا، والحاله اللي وصلتونا ليها، اللي باركه في الكابينه، اللي مفخ. خليني ساكت. جا راجلي قال لك صافي اسيدي، ما شنو هو الموضوع؟ هو انني كنت انا طالعه في واحد اللايف ديال واحد الاخ عنده قناه، ما غنذكرش الاسم ديال القناه ديالو حيت تزوج هادي، شوهي هادي، ديري هادي، هما ما على بالهمش بان الدريه راه تغتصبت. شوف هما دايرين هادشي هذا قنوات، وانا عندي قناه، وانا عندي هادي، وما شافوش دابا الدريه زمام الامور ما شدوهاش في الاول. تا تغتصب الدريه دابا ولاو تيديروا القنوات، وجايه للصحافه، وجايه هذا باش تطلع المشاهدات. شي المشاهدات الاخوان كيفاش تطلع، وتنعياو من الطرطا ونعياو من المونتاج ما فهمت والو. انا والله ما فهمتش، الراد ديالي وغريبه تيطلع هذاك الشيء ما فهمتش. حتى هو خرج كيطعن في الشرف ديالي، داكشي علاش ما نهضرش في قناته. كنا كنهضروا في واحد اللايف، قالوا لي علاش انت تقلبتي على هاد العائله ديال اسره مشوهه بلا ما نذكر. سمعتي كيفاش قالت لها اسره مشوهه؟ يعني راه تندوي لك عن هاد الاسره اللي تندوي لك عليها، هاد بوكريشه وهاد خوه وهاد واحد مرتو الاولى ومرتو الثانيه، وهادشي راه حريره ومخلطه بلهف. هانتوما غنجيب لكم فيديوهات ان شاء الله من ورا هاد الفيديو هذا، وشي حاجه قلت لك الخروج كاع ماشي الهوز كاع. سميتو راكم عارفين شنو كاين. قلت لهم انا ماشي تقلبت عليهم، راه هما غدروني انايا بحكم زعما غدروني، يعني ولدهم تصاحب مع البنت اللي كتجيني انا من العائله. وسمعتوا شي حاجه ولا فهمتوا شي حاجه ولا ما فهمتوا والو؟ قالت لي بقى فيا الحال حيت ولدكم تصاحب مع دريه من العائله. راه ما تصاحبش معاها، راه اغتصبها، وماشي تصاحب معاها هي في السن ديال التصاحب ولا ديال الزواج. هي راه عندها 13 عام، كيفاش هذا غيتصاحب معاها وهي عندها 13 عام؟ تيبقى فيك الحاله غدروك حيت تصاحب معاها، مبقاش فيك الحال الدريه راه تغتصبت. هذه هي الهضره اللي كاينه. سميتو جاو قالوا لي علاش بقاو كيحكوا عليا في داك اللايف، علاش عجبوا لينا علاش. قلت لهم علاش وعلاش، حيت راه دخل لداري. ايوا ملي دخل لدارك شنو هو دار عاوتاني؟ دخل لدارك. الا جينا نشوفو هادشي هذا، انتي باغا تطلعي القناه ديالك وتسببتي لدريه قصد ولا بدون قصد، المهم راه انت هي السبب. الا قصد من واش قاصده ولا ما قاصداش، المهم نتيا معيطه على واحد اللي طلع لك القناه، وهداك الواحد جاب معاه الاخر، والدريه معاك كاينه معاك في الدار، يعني راه انت السبب في هادشي كامل. هادي اللي بان لي انايا، والمشاهدين راه غادي الا كان شي حاجه راه الكومونتير كتبوا شي وشوف واحد البنيته عندي في الدار وتصاحب معاها وراجليها كيفاش وكيفاش. الناس في داك اللايف بداو كيقولوا لي واش البنت ديتوها للطبيب، واش البنت قلبتوها، واش البنت فعلتو لها. والناس راه ضروري غتسول الناس، علاش ما تسولش؟ ملي الدريه تشوهات وليتو تقولوا لها بانها راه ولات تغتصبات وداروا ليها وفعلوا ليها، على الناس ما غتسولكش واش ديتيها للطبيب ولا ما ديتيهاش. السيده راه كانت عندك، السيده راه كانت باركه معاك، وانتيا ما قلتي شي اعترافات وليتي قالوا لك حقا تتقودي بها ولا ما شنو قالوا لك، وعلم الله شنو هو، الله اعلم. المهم انتيا هي مولات القناه، وانتيا اللي جاو عندك، وانتيا عاد من تغتصبت السيده، والسيده من عندك باش عرفها المجرم تما فين تعارف معاها عندك في الدار. يعني انتيا هي السبب في هاد التخربيق. كنتي ملي دايره مع الناس كنتي تعيطي على راجلك يكون معاك، ماشي تصيفطي راجلك وتخلي الدريه الصغيره هي اللي تكون معاك النهار الاول باش دي بينا ودي السفرة بها. هادشي اللي بان لي انا. جيت انا قلت لهم صراحه ما ديتش، انا ما طاحتش فكره انني نوصلت لهاد المواصله هادي. هي هذيك مشينا فعلا هزيت البنيته مشيت. ايوا من بعد اش قال لك الطبيب؟ يلا كملي.
درت لها انا شهاده طبيه، كندير لها شهاده طبيه. فهذا الشيء كنقول لكم في شهر 7 تقريبا درت لها شهاده طبيه، مشيت عند الدكتور قلبها قال لي الحمد. انت دابا غير مرت خالها وديتيها للطبيب، علاش والديها ما عندهاش اللي غيديوها للطبيب؟ ما عندهاش امها، ما عندهاش باها، ما عندهاش خوتها اللي غيديوها هما للطبيب؟ ولا نتيا تقولي لهم ها واقع واقع؟ هزيتيها بوحدك ديتيها للطبيب. وهذا الشيء هذا ولا القضيه ولات مشكوكه في امرها والله اعلم. كيفاش ديتيها للطبيب؟ هي والديها اللي ديوها للطبيب والمخزن اللي ديها للطبيب. وليني من مور هذا الشيء هذا انا سافرت، طلعت للرباط والناس راهم حاضرين على هذا الشيء هذا وعارفين باني سافرت. هي البنت راك ضروري غتقولي سافرت، علاش ما غتبغيش تبرئي راسك؟ انت بلبلتيها وديتي الدريه للسبيطار والسبب المشاكل وكل شيء، ضروري غتبرئي راسك، غتقولي انا مشيت للرباط. انت ملي مشيتي للرباط راه عندك الزر، راكي غتمشي من البحر لهي. الله استغفر الله واتوب. انا جايه هابطه لهنا ديال لدارهم. الناس اللي كيقول لك انا كنتاجر عزكم الله في القواده، الناس اللي كيقول لك انا كنتاجر في القواده، والناس قالوا وانت تعرفي وهما يعرفوا، الله اعلم. الناس قالوا وانت قلتي. شوف هذاك الشيء تيبقى ديالك انتيا. عزكم الله. انا عندي راجلي ووليداتي وعائله ديال الزوج ديالي كاملين هما حدايا هنايا، والعائله ديال البنيته كاملين هما حدايا، ويشهدوا بكلمه ديال الحق ويقولوا واش انا فعلا. انا راه ما بقيتش هو فاهم حتى بزاف هذا الشيء هذا. هادشي ديال العيالات راه شي سطي. هي قالت لك عندها راجلها وعندها ولادها، ونهار عيطت على داك الاخر باش يطلع على القناه، هادوك فين كانوا؟ لماذا نحن هنا؟ جواب صعب. طاق طاق طني. كنتاجر في القواده وانا حقي ما نسمح فيه لا في هاد الدار ولا في داك الدار بالقانون او من عند الله سبحانه وتعالى. حاجه وحده اخرى عاوتاني المهم قالوا بان هاد البنيه. عرفتي انا اللي تيجيب لي الذبوح تيجيب لي التمام، هو داك اللي تيبدا يقول حسبي الله ونعم الوكيل، استغفر الله، انا تال عند الله، انا تال كذا. وملي تجي تطلع عليه اش تلقاه تيدير. قسم بالله العظيم الا قلت لك قريش والله ما يديروها، المجوس وما يديروهاش. اختي بلا ما تبقاي تهضري بزاف، في المغرب راه ولات مقننه. هذه انا كنت كنتاجر فيها على ود الدعم، شي فين نرجعوا الناس الهضره حيت حقها ما بغاش يدعمك بالعاني، بغيتي طيحي انت هذا الولد في الفخ. وانا كنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لك القضيه في ديال حسبي الله ونعم الوكيل، راه حسبي الله ونعم الوكيل، راك ما كذبتيش. حسبي الله ونعم الوكيل. كل من ظلم انا وداك البنيته، والبنيته غتاخذ حقها. الحمد لله البنيته نهار الخميس اللي داز هذا الخميس هذا اعترفت لنا بشي حوايج اللي انا براسي ما كنتش عارفاها. ظلموني ما كنتيش عارفه شي حاجه اعترفت لك بها، ما كنتيش عارفها، كنتي تسولي عليها بكريشه يعاودها لك. ظلموني. والبنيته ملي غتخرج من المحكمه ان شاء الله وقدات تهضر معاكم حتى هي غادي تقول كلمتها. ياك بحال اش اعترفت لك؟ اعترفت بشي حوايج اللي ولا قولي شنو اعترفت، اشنو قالت لك؟ يلا قولي. قلتي انتيا ما كاينه لا في قواده لا كاينه لا هذه لا قيراده لا، واعترفي قولي شنو قالت لك الدريه، اشنو اعترفت لك باش تبرئي راسك. يلا قولي. تخرج الدريه الى قدرت ديما ديك الى قدرت، يعني ما يعني داك الشيء نقدرش نخرجها، انا داكشي في يد السلطات. متفقين؟ انا ما نقدرش نقول شي حاجه لان داكشي في يد السلطات. والقنوات علاش نوضوا عليا الضجه؟ قنوات نوضوا عليك ضجه. هي مرت براس بيد. حتى الشيء باش بنادم تيطلع في الابونيات وفي اللايكات، حتى القنوات داروا ليا ضجه. تتقراي واقفه انتي. حيت صحابهم انا كنكذب عليهم ولا خدعتهم ولا شي حاجه، ما كاين لا كذب ولا خداع ولا نفاق. البنيته داكشي اللي كاين. البنيته مسكينه مالها، البنيته مسكينه ترزات في شبابها مسكينه. الدريه مالها مسكينه، الدريه مشات عند الله صافي. خاصها طبيب نفساني، خاصها مراجعه، خاصها بزاف باش تخرج من الاكتئاب اللي هي فيه، وسنوات عاد باش تبرى الدريه نفسانيا. نتا مالكم من هاد الحالة هادو؟ مالكم؟ هذا راه الصراحة الإخوان، هذا راه اللي دار هاد الحالة هادي راه خاصو الحبس، والحبس طويل
دراس ديال بصح ويدوز عليه الدراس لداخل. هو اللي كاين البنيته راه في مو عينيا، وراني تا انا ديك راه بنتي ورانيها عزيزه عليا، وانا مستعده نوقف معاها الى اخر لحظه في حياتي تتاخذ ان شاء الله حقها بالقانون. الدريه الله سبحانه وتعالى اللي غياخذ لها الحق ديالها، حتى شي واحد ما ياخذ لها الحق ديالها، الله سبحانه وتعالى. الدريه تكرفستو عليها باقا صغيره، الدريه باقا ما فاهماش، وصل ليها دماغها واش هادشي مخطط ليه، واش هادشي استفرد بها، واش كاين شي ايادي خفيه. مازال مع هاد الاسره غادي نشوفوا العجب. حنا مع القانون، الله ينصر سيدنا والسي الحموشي والفرقه الوطنيه، كنتمناهم يوقفوا معنا وياخذوا حق آية المظلومه، آية المغتصبه، آية البنت الصغيره. ما كذبتيش والله، ما كذبتش، ما كرهناش الحموشي يدخل في هاد القضيه هادي باش حيت لما ما دخلش داك السيد ما غيكون والو. حنا ماشي تنشيقوا الحمد لله في الشرطه ديالنا، ولكن الا كان شي ايد من حديد غادي يتفرتك هاد الموضوع، وغادي يجبد الخبايا اللي كاينين فيه، وغادي يسيباراو لينا بحال هاد النموذجات، هاد النموذج ديال بحال هاد بوكريشه وبحال هادو اللي دايرين هاد تبلبيل في هاد اليوتيوب. هذا شي حاجه خاويه وتافهه. ما كرهناش السلطات، تحيه كبيره للسلطات الامن الوطني. يجي عندها المدرسه كيخرجها، كيجي عندها الو فراكي، يلاه الو فراكي. انا بعيده عليها، ما ساكناش حدا آية كتكون بعيده عليا، انا داري تقريبا على آية بعيده بشي 9 كيلومتر. 9 كيلومتر، 9 كيلومتر، وما بقاش في 9 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، بقات في اللي عطا الله عطاه. علاش دابا تديري التبرير وتتبرئي في راسك؟ ولا شكون اللي قالك شي حاجه؟ انت تدويها بوحدك وتتنقزها راسك، حتى واحد ما قالك شي حاجه، حتى واحد ما قالك راه انت درتي ليها ولا فعلتي ليها ولا تركتي ليها. غير الهضره اللي تتقولي تخلي بنادم يشك فيك بوحدو، راه انت اللي فمك تيقولها لك. هادشي اللي بغنوصل لك انا. دي بحال بناتي، حتى السخره الا كنت خارجه انا نتسخر في الحانوت كنطرق عليها بالساروت هي وبنياتي، حيت عندي 2 بنيتات، كنطرق عليها بالساروت عاد كنخرج. انا ما فهمتش، بعيده عليك 9 كيلومتر وتطرقي عليها بالساروت هي وبناتك ملي تبغي تخرجي، وهي بعيده عندك، بعيده عليك. فهمتي شي حاجه؟ واللي فهم شي حاجه يفهمنا، الله يرحم الوالدين. تحطيت فيه موقف حرج وطيحتوا لي بالصوره ديالي قدام الناس، وحق آية حنا ما نسكتوش عليه حتى نوصلوا له بالقانون. بالقانون اللي يخطي القانون. واحد المعلومه نقولها لكم، بان هذه البنيته هذه كتمشي من تحت التهديد، وعندي فيديوهات كيقول لها عندي تصاور ديالك، الا خرجتي هضرتي عليا، حيت هو يوتيوبرز كبير كما كنقولوا، الا خرجتي هضرتي عليا غنفضحك في عالم السوشيال ميديا. خوتي خواتاتي، هذه القصه ديال اليوم، قصه ديال آية الدريه اللي عندها 13 عام وتغتصبات. لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنوا القانون يمشي على المسطره اللي يستاهل هذا الشخص، هذا الديب البشري. نتمنوا الفيديو يعجبكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك في القناه. تحياتي كبيره من القلب، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.